قبائل وعشائر طي. قبيلة طي هي اليوم شعب من الشعوب لكثرة ما تفرع منها من قبائل وعشائر قديما وحديثا، وهي من أقدم القبائل العربية، إذ يمتد وجودها إلى ما قبل الإسلام، وكانت لها السيادة على العرب في كثير من حقب التاريخ، حيث برز منها الملوك والأمراء والسلاطين والقادة والشعراء والأدباء والعلماء. ولو أردنا أن نفصل تاريخ طي فأننا نحتاج اليوم إلى مئات المؤلفات كي نحصي تاريخها ومجدها. أما نسبها فهي قبيلة قحطانية أصلها من اليمن، وهم ذرية طي، واسمه جلهمة ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، أصل العرب القحطانية. أما قبائل طي فهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكننا سنختصر الحديث عن عشيرة البغادة الطائية، وهي من أشهر بدون أمارة طي. يرجع نسب عشيرة البغادة الطائية إلى جدهم الجامع محمد بن عبد الله بن يوسف بن سرحان بن محمد الحارث بن معاوية بن سنان بن عوف بن مالك بن عبيد بن حارث بن قادم بن عدي بن زيد بن عمرو بن لبيد بن سنبس بن معاوية بن جرول بن ثعلى بن عمرو بن الغوثي بن طي، واسمه جلهمة بن أودد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. تعتبر عشيرة البغادة الطائية إحدى بطون سنبس، جمجمة طي الكبرى، وهو سنبس بن معاوية بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي. وطي من إحدى القبائل القحطانية اليمنية، كانت مساكنهم في اليمن مع أبناء عمومتهم من القبائل القحطانية الأخرى. وطي من بطون كهلان بن يعرب بن يشجب بن قحطان. وقحطان هو نبي الله هود عليه السلام، وسمي قحطان لأن أمه أنجبته بسنة قحط. هاجرت عشيرة البغادة الطائية مع عشائر طي الأخرى تحت مسمى قبيلة طي من اليمن إلى الجزيرة العربية، وسكنت في جبال أجا وسلمى في شمال المملكة العربية السعودية، وعندما سكنتها سميت باسم جبلا طي، واليوم تسمى بمنطقة حائلة. وحائل هي ديار القبائل الطائية. ثم هاجرت عشيرة البغادة الطائية إلى الشام والعراق، لأنهم أهل أبل ومواشي، ويبحثون عن مناطق وبيئة تساعدهم على العيش. ففي العراق تنتشر مساكن عشيرة البغادة الطائية في مدن ديالى وبغداد وكربلاء وبابل وصلاح الدين وبعض المناطق المتفرقة في العراق. تتفرع عشيرة البغادة الطائية على 4 أفخاذ رئيسية: 1 فخذ البعودة، 2 فخذ البصالح، 3 فخذ البعيسة، 4 فخذ البخشوم. إعداد وتقديم أبو سلوان الطائي.